11 التاريخ اللي كلشي كيتسناه واللي كان فيه الوثائقي اللي لاح عبد الاله هباط. هذا الوثائقي هذا دار ضجه كبيره في المغرب وحقق ارقام قياسيه واللي اول مره تحقق في اليوتيوب المغربي. هادشي اللي خلى بعض الناس انه تنتقدوا وتقول على انه وصلوا رسائل سلبيه وان المشاهدات اللي كانوا في الفيديو كلهم تشراو وبزاف ديال الهضره. هادشي علاش درنا هاد الفيديو هذا اللي غادي نشرحوا فيه بزاف ديال الحوايج. عطينا واحد لايك للفيديو، شو كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو. ما تنساش انه دير ابوني الا كنت اول مره كتفرج فيا. مؤخرا تلا واحد من احسن الفيديوهات اللي كاينين في اليوتيوب المغربي واللي هو دي كومونتير 11 من اعداد عبد الاله هباط، واللي مشارك فيه كل من معتمد صابر واسامه. دي كومونتير اللي حقق ارقام قياسيه على المستوى المغربي والعربي وكذلك العالمي، واللي كان عامر بالرسائل الايجابيه واللي من طبيعه الحال ما كانوش قلال. اللي ضروري شي واحد فيكم غادي يحس بشي لقطه في الوثائقي كدوي عليه. الدوكومونتير الدراري بخلاصه كيعاود قصه النجاح ديال كل من اسامه اللي كانت زاد ضعيف وواجه بزاف ديال المعاناه في سبيل تحقيق الحلم ديالو، وكذلك عبد الاله هبط اللي كان واجه مشاكل مع الاب ديالو اللي ما كانش كيخلي انه يمارس هاد الرياضه هادي، وكذلك مشاكل ماديه ما كانش عنده 100 درهم باش انه يخلص لاصال، وكذلك صابر اللي كانت زاد غليظ وانه دخل في واحد ديبريسيون بسبب الموت الاب ديالو واللي خرج منها بسبب السبور، وكذلك معتمد اللي كان عاش مشاكل عائليه ما بين الام والاب ديالو. والامر اللي حرك بزاف دي كومونتير وخلى بزاف الناس انها تعيش معاه هما المشاكل اللي عاشها كل واحد مع العائله ديالو، حيث انهم كانوا اللي كيخليوهمش انهم يمشيو للصال او بسوء القدر اللي بعض منهم فقد الاب ديالو ولا مع نفوسهم وهمانين. الدوكومونتير الدريد وكذلك على القرايه وكل واحد كيفاش عاشها وكيفاش تقاتلوا وخدموا في شي خدامين اللي ما كانوش باغينهم، وتقريبا كلهم دازوا من واحد المرحله ديال الاكتئاب اللي كل واحد والسبب ديالها. ومن بعدها فاجت اللقطه ديال الكارو اللي بخلاصه باش انه يثير الانتباه البشر وكل شيء يسمع ليه ويسمع الهضره اللي كتقال في ديك اللحظه. فهنايا عبد الاله هباط لعب هاد كي فعرف كيفاش انه يثير الانتباه البشر وكل شيء يسمع ليه في ديك اللقطه. فديك الهضره اللي كان كيقول هو شاد داك الكارو فكلهم تقريبا كانوا عباره عن رسائل ايجابيه. وفي نفس اللقطه بالضبط فدوا على الام ديالو كيفاش مشات ليه الله يرحمها، وكذلك الدراري الاخرين فكل واحد وقصته كل واحد والمعاناه ديالو. كاصابر اللي كان فقد الاب ديالو اللي كان مازال في مرحله الشباب، وهنايا قالوا الدراري بربع واحد اللي كان اللي واعر ديال بصح واللي خاصك تسمعها. فالسيبورت من العائله والمحيط ديالك ما كيبداش حتى كيبانوا الريزولتس النتائج. فشحال واحد كيتسنى السيبور في الاول وما كيجيش، فراه الدعم الدراري كيجي مع الوقت وكيجي فاش كيبانوا النتائج وما عمرك تسناه في الاول. وفي الاخر دار الدوكومونتير فكل واحد من الوالدين عطى نصائح وعطى رسائل ايجابيه للاباء وكيفاش يتعاملوا مع اولادهم وما يطيحوش في نفس الاغلاط اللي طاحوا فيها. ودابا الدراري النقطه المهمه واللي هي واش دوك المشاهدات فيك ولا ديال بصح نيت مشاهدات حقيقيه. سمعني مزيان، الوثائقي حقق ما بين 4.6 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه، حيث انه وصل المليون مشاهده في ظرف 3 سوايع. فالرأي ديال الشخص الدراري هو انه المشاهدات غادي يكونوا طبيعي. علاش؟ لانه الدراري الفيديو دار لي واحد البرومو اللي كبير بزاف الدراري، وفاش تلاح الفيديو فراه دار لي شهر من طرف بزاف المؤثرين. واش الدري طبيعي الفيديو يستاهل داكشي ويستاهل اكثر الدراري. هذا ما كان. وتحيه لاي واحد خدم في هذا البروجي هذا، اسامه صابر معتمد، تحيه لكاع الدراري اللي كانوا في هذا البروجي هذا. وبخلاصه الدراري فراه هذا انجاز كبير وانجاز غادي يبقى متورخ في اليوتيوب المغربي. وكرأي شخص الدراري على داك الفلوس اللي تصرفت على هذا البروجي هذا فراه كنشوف بلي انه منطقي. الدراري 20 مليون راه شرا بها ماتريال كاميرات درون وبزاف د الحوايج ديبلاسمون. ففي النهايه الدراري الرساله الدوكومونتري هي انه تقاتل لما توصل في اي مجال، سواء في القرايه سواء في اي مجال الدراري، سواء في السبورت سواء في شحال من حاجه تقاتل لا بغيتي توصل. واي واحد خرج من القرايه وتبع طريق وحده واللي هي السبور ولا شي حاجه بحال هكذا فراه ولا شي مجال اخر راه كيغامر، لانه القرايه الدراري شي حاجه اللي ضروريه. وقرا الدراري فممكن انك تقرا وتريني وممكن انك تقرا وتتعلم شي حاجه اخرى. وفي النهايه الدراري فراه هذا الفيديو هذا غادي يزيد بزاف اليوتيوب المغربي لقدام، وغادي يزيد بالمجال ديال الفيتنس لقدام.